تعمل ايه لو كنت اتولدت في مكان مجبر فيه تعمل عملية جراحية غصب عنك حتى لو انت مش محتاجها؟ هكلمكم النهاردة عن مستوطنة صغيرة موجودة في القارة القطبية الجنوبية. القارة دي عايش فيها علماء وباحثين علشان يدرسوها، ومعاهم شوية جنود تابعين للجيش التشيلي، وطبعا معاهم عائلاتهم بأطفالهم وعايشين هناك بيتجوزوا ويخلفوا. وفي هناك مدرسة على قدهم، وكان محل صغير ومستشفى فيه حقنتين تلاتة كده على كيس قطن على برشامتين صداع، والدنيا ماشية. بس في 2018 صدر قانون إن كل سكان المستوطنة مجبرين يروحوا تشيلي يعملوا عملية ويشيلوا الزايدة الدودية بتاعتهم، وأي حد هيدخل المستوطنة أو يتولد فيها ويعيش هناك لازم يعمل العملية دي. وده لأن الزايدة الدودية لو انفجرت فجأة وملحقتش بسرعة الشخص هيموت. وللأسف المستشفى اللي موجودة هناك ما فيهاش جراحين متخصصين، وأقرب مستشفى متكاملة بتبعد عن المستوطنة بأكتر من 1000 كيلو متر، فعلى المريض ما يوصل غالبا مش هيلحق مكان غير في المشرحة. فالحمد لله إننا في بلد سايبانا نعيش بأعضائنا كاملة.